بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتمنى وأرجو من الإخوة يعني في قناة العالم أن تكون صدورهم واسعة ورحبة لسماع الرأي والرأي الآخر. فضل. وثانيا أتمنى أن ينأى المفكرون والعلماء بأنفسهم عن الخصومات السياسية بين البلدان، لأن النزاع أو الخصومة التي بين السعودية وإيران الآن، والتي ساحتها وميدانها قنوات فضائية، قناة العالم إيرانية وقناة العربية السعودية أو يعني الخليجية السعودية، هذا نزاع سياسي يجب على العلماء والمفكرين أن ينأوا بأنفسهم، لأنه إذا زالت الأزمة السياسية رجع كل سياسي إلى صاحبه وأصبح العالم، وهذا لا يليق به، موقودا لهذا النزاع. ولذلك سأتحدث الآن من منطلق فكري أخوي موجه لإخواني المفكرين والعلماء في كل من إيران والسعودية. ولو أراد الطرف الآخر أن يحشد حشدا إعلاميا أشد مما هو قائم الآن لاستطاع أن يأتي بأصحاب آراء وأفكار وينتقي ويختار الضيوف الذين يقولون ربما أشد مما يقال. دكتور العواجي، طبعا أنا لا أريد دكتور العواجي أنا لا أريد أن أقاطعك، لكن طبعا الصدور هنا الوقائع هي كالآتي. نعم. الحقيقة التي نلمسها نحن كالآتي: الإخوة الشيعة في السعودية يتمتعون بحقوق لا يحلم بها أهل السنة في إيران. الإخوة الشيعة في السعودية يتمتعون بحقوق لا يحلم بها أهل السنة في إيران. الإخوة الشيعة في السعودية يتمتعون بحقوق لا يحلم بها أهل السنة في إيران. هذا أمر حقيقي. النقطة الثانية: نريد شهادة الإخوة المنصفين أمثال الشيخ حسن الصفار وأمثال الشيخ حسن النمر، ولا نريد آراء المتطرفين أمثال نمر النمر الذي طالب بانفصال جزء من المملكة التي أنشئت على جماجم الرجال، لا تنفصل إلا على جماجم الرجال. نعم. ولو طلب الانفصال سني أو وهابي أو شيعي أو أمير حتى من الأسرة الحاكمة، لوجب على السلطة أن تقطع يده ولسانه، لأن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار. طيب. هذا أمر. دكتور عواجي، يعني ردا على ما ذكرت حتى نوضح بالوقائع، قلت إن الشيعة، نحن نقول أتباع آل البيت، يتمتعون بما لا يتمتع به أهل السنة في إيران. جيد، لكن لأربط ما يتعلق بموقع شبكة راصد، وطبعا أنت ترصدها. نعم. تقول هناك تعميم برقي سري صدر في 20 من هذا الشهر عن أمير المنطقة الشرقية يؤكد فيه الاستمرار في إغلاق ومراقبة 7 مساجد لأتباع آل البيت في مدن الخبر والدمام والخفجي. لماذا هذا التعميم؟ نعم، لو أن أي حاكم سياسي أو مسؤول سياسي صدر من نمر ذلك الكلام الذي قاله على المنبر، وطالب بتفتيت المملكة وتجزئتها، وطالب بالتدخل الأجنبي، الكلام الصريح. أنا طبعا معارض سعودي لعلمك، لا يمكن أحسب على الحكومة السعودية، ومع ذلك ثارت ثائرتنا لما سمعنا ذلك الكلام، وناشدنا العقلاء، ولا تقاطعني رجاء، نشاطنا العقلاء أمثال حسن الصفار وحسن النمر وآخرين بأن يكفوا، لأن هذا الكلام لو قاله سني أو وهابي لقلنا أشد مما نقول. أستاذ الكريم، هذا أمر. الأمر الآخر: في السعودية الآن الإخوة الشيعة لهم مآذنهم ومساجدهم، ومدينة القطيف أكثر من 80% منها شيعة. ما تدخلت المملكة في التغيير الديمغرافي السكاني كما يفعل في أماكن أخرى. الشيء الآخر: لما توفي والد حسن الصفار رحمه الله، قام الملك فهد شخصيا بتعزيته. دكتور عواجي، حتى لا ندخل معك في هذا التفصيل. نعم، حتى لا ندخل في هذا التفصيل. والشيخ حسن الصفار، الشيخ حسن الصفار ليس معنا حتى يرد على ما ذكرت. طبعا يعني ما زلنا نتحاور معك، وهو طبعا أنت تدافع عنه، لكن الوقائع التي ذكرتها لك هل هي حاصلة أم لا؟ يا أخي الكريم، إذا نادى مجموعة بالانفصال عن المملكة، فكل من له علاقة به يجب أن توضع عليه العين. نحن الآن من نفس المذهب ومن نفس المذهب السني، ومع ذلك حاسبتنا السلطة حسابا عسيرا في قضايا معينة. أما آل البيت فنحن نتعبد الله عز وجل بتقدير آل البيت
واحترامهم. وأما أقول آل البيت أقصد آل البيت الحقيقيين، لا أقصد كل من ادعى بأنه من آل البيت فيجب أن يحترم. طيب. آل البيت معروفون تاريخيا ولهم حقوقهم، وواجبنا تجاه آل البيت واجب شرعي يمليه القرآن والسنة، ونتقرب إلى الله ونتعبد إلى الله باحترام آل البيت وتقديرهم ورفعهم على رؤوسنا. السؤال الأساس ربما إذا كان يصدر من فتاوى تكفيرية، سواء تحدثنا عن المبدأ أو تحدثنا عن بعض التفصيلات، لماذا لا يصدر ما يعاكسها على مستوى المؤسسات الحاكمة في السعودية؟ القضاء أولا، تفضل. أولا بارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام. ذكر الشيخ غازي المواقع الإلكترونية، وهو محق في هذا. المواقع الإلكترونية تحوي الكثير من الغث والسمين والرديء والجيد، ومن كتاب معروفين ومجهولين ومن كلا الطائفتين ومن كلا الجانبين. ولذلك لو قرأت هنا سيء تجد هناك أسوأ، وهكذا. ولذلك لا أعول على ما يكتب في المواقع بقدر ما نعول على رأي العقلاء والحكماء الشجعان الذين يقولون رأيهم. هذا أمر. الأمر الآخر، ذكر هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء لم تكفر ولا حتى الكفار الحقيقيين، وبالتالي فهي هيئة رسمية. يعني نحن نعاني أصلا من ضعف مواقفها. أما من يكفر من خارج الهيئة فهناك أيضا من يكفر من الطرف الآخر. وأضرب لكم مثال، لما الشيخ الكلباني قال كلاما لا يوافقه عليه مجمل عقلاء الأمة هنا، وكان قد عين إماما في الحرم مرة واحدة فقط، وأما المسلمين أياما، لم يسمح له بأن يرجع مرة أخرى للحرم، ولا أعتقد أنه سيرجع للحرم بسبب تلك المقاء أو ذلك الكلام الذي قاله على مباشرة، والذي لا يوافقه عليه بلا شك ولا نوافقه عليه. هذا أمر. الأمر الآخر، ذكر الأخ فؤاد وهذا كلام جيد، قال أن التكفير وحصل في التاريخ الذي ذكر الأستاذ فؤاد. كنا نحن هنا نعاني من التكفير أشد 100 مرة مما حصل للإخوة الشيعة فيما بعد. هو تحدث عن ما قاله وزير الداخلية الأمير نايف عام 2006 من أن المملكة هي دولة سلفية. تفضل. اسمح لي يا أخي الكريم، إيران أعلنت منذ اللحظات الأولى من الثورة بأنها دولة شيعية، والحكومة السعودية أعلنت بأنها دولة سلفية. هذا موقف سياسي. إيران أعلنت أنها دولة إسلامية، حتى لا نخلط الأمور دكتور عواجي. نص الدستور الإيراني على أن المذهب الجعفري هو المذهب الرئيسي فقط. جيد، لكنها هي جمهورية إسلامية. نعم، حتى لا نخلط المسائل ببعضها. تفضل. أنا أتمنى وأن تعرف مواقفي المؤيدة للمواقف الإيرانية الداعمة للمسلمين، سواء في المقاومة اللبنانية أو في غزة أو غيرها. لكن فيما يخص الوضع داخل إيران، لا، ليتحملنا الإخوة الإيرانيون ونقول لا، إن الدولة دولة شيعية ونص عليها الواقع قبل أن ينص عليها الدستور، وهذا موجود. عموما هذا موقف سياسي، أنا أعتبره موقف سياسي، وقلت في بداية حديثي لا نريد أن نكون رمادا لنار سياسية تشتعل بين طرفين ثم تخبأ. هذا أمر. الأمر الأخير، أقول يا أخوان، إن سيد آل البيت هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع سيد آل البيت صلى الله عليه وسلم، وآل البيت نحبهم، أكرر ذلك، نحبهم ولا نشتم أحدا منهم. ومن شتم منا أحدا من إخوتنا الشيعة، ليس عندنا أحد يشتم أحد من آل البيت ولله الحمد. في الطرف الآخر هناك من يشتم من الصحابة شتما نسأل الله العافية ويقول فيه قولا فاحشا، ومع ذلك نطالب كل سلطة رسمية أن تحاسب كل من يتطاول. وأنا مع الإخوة جميعا، مع الأستاذ الشيخ غازي ومع الأستاذ فؤاد ومع الأخ الكريم في بغداد، أنه يجب فعلا أن يكون الجميع تحت طائلة القانون ومحاسبة القانون تحت القضاء، كلنا سواسية. ومثل ما يطالب بأن نحاسب أي واحد هنا يتكلم كلاما قاسيا على إخوتنا الشيعة، فأن نطالب الإخوة في العراق ونطالب الإخوة في إيران أيضا أن يحفظوا يعني نحن كرامة الأحياء والأموات من المسلمين.